نظام الطيبات بيقول الأسبرين ممنوع ودواء الدهون ممنوع وكل الأدوية ممنوعة. أنا دكتور قلب وعندي رأي ولازم تسمعه. النظام بيقول إن الأكل الصحي بيغنيك عن الدواء، وفي جزء صحيح إن الأكل مهم أكيد، بس في فرق كبير بين إنك تاكل أكل صحي وبين إنك توقف دواك لوحدك. دراسة على أكتر من 600 ألف مريض قلب اللي وقفوا الأسبرين لوحدهم زادت عندهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب أكتر من 37%. وفي حالات موثقة مش مجرد كلام جالها جلطة جديدة بعد 10 أيام بس من توقيف الأسبرين. ودواء الكوليسترول كمان، الناس اللي كان عندهم جلطة في القلب وقفوا دواء الكوليسترول زادت احتمالية الوفاة بأكتر من 3 أضعاف. أنا بشوف ده مش كلام على ورق. في المستشفى ناس بتيجي بجلطة تانية وأول سؤال: أنت مبطل دواء؟ أصل النظام قال. الأكل الصح حاجة حقيقية ربنا أمرنا بيها والعلم كمان بيقول كده، بس إنك تاكل صح حاجة وإنك توقف أدويتك لوحدك حاجة تانية خالص. وأي نظام مهما كانت قوته أو نيته ما ينفعش يخليك توقف الدواء بتاعك من غير ما ترجع للدكتور. لو في حد قريب منك بياخد أدوية قلب أو ضغط بعتله الفيديو ده دلوقتي عشان ممكن يفرق.